السلام عليكم. معنا طلبة أولى ثانوي، باشمهندسين الصغيرين بتوعنا. هنشرح النهاردة درس الزاوية الموجهة والقياس الدائري والستيني. ده هو المفروض درس، هما كانوا درسين في المعاصر أو درسين في كتاب المدرسة، بس احنا هنشرحهم على مرة واحدة لأن هما درسين مش محتاجين. يعني احنا شرحنا درس جبر اللي هو كان الأعداد المركبة، فنشرح النهاردة حاجة اسمها، احنا كده دلوقتي حساب مثلثات، يعني دول في فرع حساب المثلثات. وبعد ما ننهي الحصه اقول لك احنا خلصنا ايه. عندنا بقى هناخد النهارده الزاويه الموجهه والقياس الدائري والستيني، يعني ده اول موضوع اللي هو الزاويه الموجهه، والموضوع الثاني اللي هو القياس الدائري والستيني. حلو الكلام، حلو الكلام. نمشي الاول ناخد الزاويه الموجهه. بص بقى، اول حاجه هناخد الزاويه الموجهه. كلام محترم، كلام محترم. قبل بقى ما نقول يعني ايه اصلا زاويه موجهه وهنبدا بايه وهنعمل ايه، تعال بس نفتكر الاول كان يعني ايه زاويه اصلا. انت عارف من ثالثه اعدادي او من ثانيه اعدادي ان الزاويه اللي انت كنت بتاخدها، عارف ان الزاويه هي اتحاد شعاعين. يعني مثلا لو انا عندي شعاع كده مثلا وشعاع كده، وقلت لك ان دي واو ودي ب، او دي الف ودي ب، فكده انا عملت زاويه، عملت اتحادين او اتحاد لشعاعين. ايه هما الشعاعين؟ هو الشعاع واو الف وواو ب، دي كانت الزاويه. ولما كنت باجي اقول لك مثلا اكتب الزاويه ازاي، او اكتب يعني اعبر ازاي عن الزاويه دي، وكان الزاويه برضو مشتركه في نقطه راس الزاويه، نقطه واحده. يعني نقطه اسمها نقطه راس الزاويه خارج منها شعاعين. انا بقى كنت عايز اعبر عن الزاويه دي، كنت بعبر عنها ازاي؟ كان واحد ممكن يقول لي ان انا هقول ان الزاويه، ممكن اقول ان هي الف واو ب عادي. ممكن كان واحد تاني يقول انا هقول والله ان الزاويه دي هتبقى ب واو الف، كانش حد بيقول له حاجه عادي. وممكن كان واحد تالت يقول ان الزاويه دي مثلا هي زاويه واو، زاويه واو. يعني اللي عايز اوصله لك من هنا ان يعني ما كانش مهم انك ترتب الزاويه، او مش مهم عندي الترتيب. اما انت كنت قلت الف واو ب اهي، وقلت ب واو الف او قلت واو، ما كانش حد بيقول لك حاجه عادي، فما كانش مهم الترتيب. دي كانت الزاويه الاساسيه عندك، دي الزاويه العادي، دي الزاويه العاديه. انما النهارده بقى كان في حاجه اسمها الزاويه الموجهه. ايه بقى الزاويه الموجهه دي وايه قصتها؟ من اسمها زاويه موجهه، يعني زاويه ليها اتجاه، زاويه ليها اتجاه. يعني مثلا خلينا نمسح دي، الزاويه الموجهه هي زاويه ليها اتجاه، زاويه ليها اتجاه، وهنفهم دلوقتي. يعني مثلا لو انا رسمت لك زاويه كده، نفس الزاويه يا عم، ادي واو ادي ب ادي الف، ماشي، ورحت اعمل لك كده، دي كده بقى ما بقتش زاويه عاديه، دي بقى اسمها زاويه موجهه. ليه زاويه موجهه؟ عشان عملت ليها اتجاه. بص السهم، شايف السهم؟ فكده ما بقتش زاويه عاديه، بقت اسمها زاويه موجهه، زاويه موجهه. الزاويه الموجهه دي بقى احنا عرفنا ان هي ليها اتجاه، ماشي، كلام محترم وجميل. انا بقى بكتبها ازاي؟ المفروض الزاويه الموجهه دي بتتكتب على شكل زوج مرتب، بتتكتب على شكل زوج مرتب. انا لو هنا خدت السهم طالع من هنا رايح لهنا، بسمي الواو ب ده او شعاع واو ب ده اسمه الضلع الابتدائي، والراس السهم رايحه ليه، يعني الشعاع اللي انا رايح له اسمه الضلع النهائي. ماشي، يبقى انا عرفت ان الزاويه الموجهه دي هي زاويه ليها اتجاه، ماشي، والاتجاه بتاعها ده لو انا خارج من هنا رايح لهنا يبقى ده اسمه ضلع ابتدائي، اسمه ضلع ابتدائي. طب اول ما اروح اول ما اقف هنا بقى، اول ما خبطت في الشعاع ده، الشعاع ده اسمه ضلع نهائي. اسمه ايه؟ ضلع نهائي. هنا بقى في حاجه، هنا هو فرض عليا الترتيب. يعني انا لو عملت اتجاه كده، ده في ترتيب مهم لازم اعمله. يعني انا ما ينفعش اقول هنا ان الزاويه والله اسمها الف واو ب، لا ده غلط.
الزاويه طالعه من الضلع الابتدائي من هنا اهو رايح لهنا، يبقى اسم الزاويه ب واو الف. كده بقى مهم عندنا الترتيب. يعني دي غلط، ما ينفعش اسمي الزاويه كده، انما دي اسمها زاويه ب واو الف، ما اسمهاش كده، ما اسمهاش الف واو ب. فكده اما اعمل لك سهم على الزاويه او اسميها زاويه موجهه، كده الترتيب عندي بقى مهم. مش شبه الزاويه القديمه بقى، مش شبه الزوايا اللي كنت بتاخدها في اولى اعدادي وثانيه اعدادي، لا. الزاويه الموجهه دي بقت زاويه لازم ليها اتجاه ولازم ليها ترتيب معين. انا هنا رحت من واو ب، رحت لايه، لواو الف، للشعاع واو الف، فاسم الزاويه بقى اسمه ب واو الف. ما ينفعش اقول الف واو ب، ما ينفعش. طب مثلا لو قلت لك كده، لو قلت لك مثلا ان هنا ب ودي ج ودي د، ورحت انا اعمل لك الشعاع مثلا او اعمل لك اتجاه الزاويه كده، تعمل ايه بقى؟ فين الضلع الابتدائي هنا وفين الضلع النهائي؟ جاوب عليا اهو. مش انا رايح من السهم ماشي من ده رايح لده، فده اسمه الضلع الابتدائي. طب ده اسمه الضلع النهائي. ده اسمه الضلع الابتدائي وده اسمه الضلع النهائي، عشان انا خارج من السهم هنا رايح هنا، فده اسمه بقى الضلع الابتدائي وده الضلع النهائي. تعرف تعبر لي بقى عن الزاويه؟ اه اعرف. الزاويه كده بقى اسمها ايه؟ لو قلت د ب ج يبقى انت راجل محترم. د ب ج، لان انا السهم جاي من هنا، جاي كده اهو، خارج من الضلع الابتدائي رايح للضلع النهائي، فاسم الزاويه هيبقى ايه؟ د ب ج. انما لو كنت قلت ج ب د غلط، ده مش الزاويه، دي مش زاويه عاديه زي ما انا عارفها، دي اسمها زاويه موجهه. فالزاويه الموجهه هي ليها اتجاه، وانا لازم امشي على حسب الاتجاه اللي هو حاططه لي، فهو ماشي لي من هنا كده، يبقى انا لازم اقول ان الزاويه اسمها د ب ج. بس كده. دي يعتبر اول فكره عن الزاويه الموجهه، هي زاويه ليها اتجاه واتجاهها بيحكمني ان انا خارج من الضلع الابتدائي رايح للضلع النهائي. تعالى مثلا نفسرها اكتر. انا لو عندي كده نفس الكلام اهو، سمي دي س يا عم ودي صاد ودي عين، اي حاجه، وانا رحت اعمل لك كده، او خليها يا عم، خليها كده، كده بقت اسمها زاويه موجهه. انا لو مسحت ده كده ما اسمهاش زاويه موجهه، لان هي كده بقت زاويه عاديه ملهاش اتجاه. انما الزاويه الموجهه اللي يفرقها عن الزاويه العاديه ان هي ليها اتجاه، فاتجاه اهو، ولا نفترض ان هو عامل كده. ماشي. تعرف تقول لي الشعاع س ص ده اسمه ضلع ايه؟ انت جاوبت ضلع ابتدائي عشان هو السهم خارج منه، فده اسمه ضلع، ده اسمه ضلع ابتدائي. طب وده اسمه ضلع نهائي. كده عرفت الزاويه الموجهه، وعرفت ان السهم بيطلع من الضلع الابتدائي رايح للضلع النهائي. والزاويه الموجهه دي بتتكتب على حاجه اسمها شكل زوج مرتب. ايه الزوج المرتب ده بقى؟ انت الزوج المرتب عندك احداثي س واحداثي ص. الاحداث السين اللي بيبقى هنا ده بحط فيه الضلع الابتدائي، بحط فيه الضلع ايه؟ الابتدائي. كلام جميل. طب ده اللي هو الاحداث الصادي بحط فيه الضلع النهائي. كلام جميل. يعني انا هنا لو عايز اكتب الزاويه دي على شكل زوج مرتب اكتبها ازاي؟ تعرف تقول لي؟ اه اعرف. هو فين الضلع الابتدائي هنا؟ مش هو الشعاع السين صاد اهو، س صاد، محترم. طب فين الضلع النهائي؟ ما هو س عين، محترم برضو. كده بقى الشعاع س صاد والشعاع س عين هما ضلعي الزاويه، فده بقى اسمه الضلع الابتدائي وده بقى اسمه النهائي او الضلع النهائي يعني. بس كده، هي دي الزاويه الموجهه.
يبقى الزاويه الموجهه هي زاويه ليها اتجاه، وليها اتجاه رايح من الضلع الابتدائي يعدي على الضلع النهائي. يعني انا هنا خرجت من الضلع الابتدائي بروح للضلع النهائي. الضلع الابتدائي هنا عندي اسمه الشعاع س ص. طب الضلع النهائي اسمه الشعاع س ع، وبكتبها على شكل زوج مرتب. الاحداث السيني فيه بيبقى الضلع الابتدائي، والاحداث الصادي فيه بيبقى الضلع النهائي. بس كده. ولو عايز اعبر عن الزاويه دي او اكتبها ازاي بقى؟ خلاص انت بقيت شاطر بقى، عرفت اكتبها ازاي دي. مش انا السهم رايح من هنا، من طالع من هنا رايح لهنا، يبقى انا ممكن اكتبها ازاي؟ يبقى ص س ع. بس كده. يبقى الزاويه ص س ع. بس يا عم، ولا اي مشكله ولا اي حاجه صعبه. انا بقى لو مش معايا الرسمه، يعني دي مهم بس عشان ايه اما تيجي تحل. لو انا بقى مش معايا الرسمه، يعني انا من هنا في الرسمه انا طلعت خلاص، عرفت عشان السهم ماشي كده، فقلت ان هي هتبقى ص س ع. ماشي. انا بقى مش معايا الرسمه، مش معايا دي، وقال لي مثلا اكتب لي الزاويه الموجهه، واداني الزوج المرتب بتاعها. مثلا قال لي ان هو اسمه واو س مثلا، وواو ص. وانا عايز اكتب الزاويه دي، اكتبها ازاي؟ مش انا عارف، هو كتبها لي على زوج مرتب ماشي، وقال لي ان دي زاويه موجهه، فانا خلاص ترجمت وعرفت ان ده كده بقى اسمه ضلع ابتدائي، وده كده بقى اسمه ضلع نهائي. ماشي، كلام جميل. فخلاص انا ترجمت ان ده ضلع ابتدائي وده ضلع نهائي عشان هو حطهم لي في زوج مرتب وقال لي ان دي زاويه موجهه. خلاص كلام خلص. ماشي. انا بقى عايز اكتب الزاويه، نكتبها ازاي بقى من غير رسم؟ تعالى نرسمها كده الاول ونستنتج. بص كده، لو انا رسمت الزاويه دي، مش هو قال لي ان ده ضلعها الابتدائي؟ هو اللي ما قاليش على فكره، انا اللي عرفت، لان دي هو كاتبها على زوج مرتب، وانا عارف ان الاحداث السيني في الزوج المرتب للزاويه الموجهه بيعبر عن الضلع الابتدائي. فهنا الزاويه اسمها واو، او راس الزاويه واو، وضلعها الابتدائي اسمه س. يبقى انا لو كتبت هنا س، يبقى السهم رايح من ده رايح لده، طالع من ده رايح لده، فدي تبقى اسمها ص. عشان انا عرفت ان ده ضلع ابتدائي، وانا عارف ان السهم بيخرج من الضلع الابتدائي رايح للضلع النهائي، فكده السهم رايح من هنا لهنا. فلو هكتب الزاويه خلاص انا هكتبها عادي، انا عرفتها عشان انا رسمت. طب نفترض ان انا بقى مش هرسم، لو انا مرسم هنا يعني انا رسمت خلاص، فانا ممكن اقول ان الزاويه خلاص بقى اسمها س واو ص. دي عادي وسهل عشان هو السهم جاي كده، فانا هقول س واو ص بس. ماشي. طب لو كان زوج مرتب بقى، بص بقى، لو انا اداني زوج مرتب على الشكل ده كده، اعدل دي. ماشي. لو اداني زوج مرتب على الشكل ده كده، ده وده، بشيل اول حرف. حلو، بصمجه اهي، بشيل اول حرف وابتدي بدي ودي بس. خلاص يبقى هو بيعبر عن الزاويه س واو ص. بس كده، بس كده، مفيهاش مشكله. يبقى دي لو هو اداها لي في شكل زوج مرتب، زوج مرتب، يبقى انا بشيل الحرف الاول واكتب الزاويه كده، واخد الحرف الثاني والاول هنا والثاني هنا، يبقى س واو ص. مثلا لو كتبت لك الزاويه، او كتبت لك الزوج المرتب بتاع الزاويه اسمه مثلا عين س وعين ج مثلا، تقدر تقول لي الزاويه دي اعبر عنها ازاي؟ اقدر اعبر عنها ازاي. الزاويه دي هشيل اول حرف بس خلاص، يبقى لي ايه؟ س عين ج بس. خلاص يبقى الزاويه هي س عين ج بس كده، ولا في اي مشكله. ولو رسمتها برضه هتعرفها، بس انا بقول لك لو انت مش عايز ترسمها خلاص، هو جالي في الاختيارات قال اداني ده وقال لي يعبر عن انهي زاويه موجهه، هروح قايل له هشيل اول حرف وس عين ج بس. خلاص ولا في اي مشكله. كده انت عرفت الزاويه الموجهه، وعرفت ان هي زاويه ليها اتجاه وبتتكتب على شكل زوج مرتب، والزوج المرتب ده بيبقى الاحداث السيني بتاعها هو الضلع الابتدائي، والاحداث الصادي بتاعها هو الضلع النهائي، وليها اتجاه، الاتجاه بتاعها ده ليه سهم، فالسهم خارج من الضلع الابتدائي رايح للضلع النهائي. بس كده. ماشي.
كده انت عرفت يعني ايه زاويه موجهه. طب خلينا مثلا ناخد مثال. لو انا قلت لك مثلا يا سيدي انا عندي كده، عندي دي واو وعندي دي س وعندي دي صاد ورحت انا قايل لك السهم جاي كده وقلت لك ده ضلع وحطيت لك نقط، وقلت لك ده ضلع وحطيت لك نقط، وقلت لك يعبر او اكتب الزوج المرتب لهذه الزاوية الموجهة مثلا. ورحت اديتك مثال تاني، حل ده قبل ما اكتب لك التاني. رحت مديلك مثال كده وسميت لك دي عين ودي جيم ودي لام. كلام جميل، كلام جميل. ورحت عامل لك السهم جاي كده وقلت لك ان الزوج المرتب بتاعها، انا اللي قلت لك، انا قلت لك ان الزوج المرتب للزاويه الموجهه دي هو اسمه عين لام وعين جيم. فانا عايزك تقول لي ان ده ضلع ايه وده ضلع ايه وعبر عن الزاويه. يلا يا عم، مثالين ظراف بس نتاكد ان انت فاهم. بس كده. انا عندي اهو ادي الرسمه مديها لي وقال لي ان هنا مكتوب هنا واو اهو وهنا س وهنا ص، ماشي. وراح قايل لي ده ضلع ايه وحط لي نقط وده ضلع ايه وحط لي نقط. عايزين نكمل الليله دي، نعمل ايه؟ هو السهم خارج منين؟ إيه؟ خارج من هنا رايح لهنا، خارج من ده رايح لده. اللي خارج منه ده اسمه ضلع ايه؟ ابتدائي. واكيد انت حلتها. طب اللي رايح له ده اسمه ايه؟ اسمه ضلع نهائي. ماشي. بعدين قال لي اكتب الزاويه، اكتب الزوج المرتب لهذه الزاويه الموجهه. اكتب الزوج المرتب ازاي يعني؟ طب ما انا عارف ان الزوج المرتب للزاويه الموجهه هو الاحداث السيني بتاعه هو الضلع الابتدائي والاحداث الصادي ببتاعه هو الضلع النهائي. طب الاحداث السيني هنا اكتب الضلع الابتدائي اللي انا لسه حله اهو. فين الضلع الابتدائي اهو؟ اللي هو واو سي، اللي هو الشعاع واو سي. كلام جميل. طب هنا الشعاع ايه؟ واو صاد. كلام جميل. فانا لو عايز اكتب الزاويه دلوقتي اكتبها ازاي بقى؟ هل هقول صاد واو س؟ غلط. اقول ايه؟ س واو صاد. ليه قلت س واو صاد؟ عشان السهم رايح من ده رايح لده، طالع من ده رايح لده. بس كده. طب تعالى المثال التاني. ها شو راح نعمل؟ هو قال لي دي اسمها لام ودي اسمها عين ودي اسمها جيم، وراح قايل لي ان ده هو الزوج المرتب للزاويه الموجهه. ده الزوج المرتب بتاعه. ما انا عارف بقى ان انا لما اكتب الزاويه الموجهه على شكل زوج مرتب انا عارف ان ده الضلع، عارف ان ده الضلع الابتدائي وعارف ان ده الضلع النهائي. كده اعرف احط السهم. يعني عين لام ده، عين لام ده اللي هو ده اسمه ضلع ايه؟ ابتدائي. طب عرفت منين؟ عرفت منين ان هو ضلع ابتدائي؟ عرفت من ده، من الزوج المرتب، عشان عارف ان الاحداث السيني هو الضلع الابتدائي. طب الاحداث الصادي هو الضلع النهائي، يبقى عين جيم ده هو الضلع النهائي. تعرف تحط لي الرسم رايح منين لمنين؟ السهم رايح فين لمنين؟ مش السهم بيطلع من الضلع الابتدائي رايح للضلع النهائي؟ طب فين الضلع الابتدائي اهو؟ رايح للضلع النهائي. بس كده، كده عرفت احط السهم اهو. طب عبر عن الزاويه، اكتب الزاويه ازاي؟ مش السهم جاي من هنا رايح كده؟ يبقى الزاويه اسمها لام عين ج. بس خلاص. لام عين ج. ماشي. ايه طيب؟ بس كده. في مشكله ولا اي مشكله؟ كده انت عرفت الزاويه الموجهه، وعرفت ان الزاويه الموجهه دي هي زاويه ليها اتجاه وبتتكتب على شكل زوج مرتب، والزوج المرتب ده الاحداث السيني بتاعه بيبقى الضلع الابتدائي والاحداث الصادي بتاعه بيبقى الضلع النهائي. وعرفت ان الزاويه الموجهه بتتكتب ازاي، وعرفنا السهم وطالع منين ورايح لمنين، وعرفنا كل حاجه. ماشي.
عندنا بقى نقطه تاني، انت كده عرفت ان الزاويه الموجهه. عندنا حاجه اسمها القياس الموجب والسالب للزاويه الموجهه بقى يا اخويا. ايه بقى الكلام ده؟ اقول لك، القياس الموجب والسالب للزاويه الموجهه. مش احنا في الاول كنا، تعالى احط لك يا عم رسمتين اهو. بص يا سيدي، اول رسمه انا قلت لك ان دي واو ودي ب ودي الف، ونفس الرسمه قلت لك ان هنا دي واو دي ب دي الف، بس هنا حطيت لك ان السهم جاي كده، وهنا حطيت لك ان السهم جاي كده. نعمل ايه بقى في الليله دي؟ اقول لك، احنا عايزين دلوقتي نعرف يعني ايه قياس موجب وقياس سالب. قياس موجب، بص مش انا السهم هنا، طب تعالى نعمل مراجعه كده سريعه. ده اسمه ضلع ايه؟ ها؟ ابتدائي. ده اسمه ضلع ايه؟ نهائي. لو عايز اكتب الزاويه اكتبها ايه؟ ب واو الف. ماشي. انا بقى بص السهم ده جاي منين لمنين؟ طالع من هنا رايح لهنا. بص بقى انا ماشي ازاي؟ بص بص، ماشي كده كده، دي يعني ماشي عكس عقارب الساعه. ماشي عكس عقارب الساعه. ماشي ايه؟ عكس عقارب الساعه. طب عرفت ان هنا مش عكس عقارب الساعه؟ لان السهم جاي كده اهو، والساعه بتمشي كده. انت مجنون اهو يا اخويا، الساعه بتمشي كده اهو، 12 1 2 3 كده، الساعه ماشيه كده، انا بقى ماشي كده. يبقى انا ماشي عكس عقارب الساعه، ماشي عكس عقارب الساعه. ده اسمه، يعني لو انا مشيت بقى عكس عقارب الساعه دي، وانا قلت لك ان دي سيتا، يبقى ده السيتا دي بقياس موجب. يبقى السيتا دي بقياس موجب. يبقى انا لو ماشي مع عقارب لا ماشي عكس عقارب الساعه، يبقى السيتا دي قياس موجب. عكس عقارب الساعه يبقى قياس موجب. يعني مثلا لو قلت لك ادي في زاويه اهي، دي س دي ص دي ع، ورحت اعمل لك السهم كده، تعرف تقول لي ان الزاويه دي موجبه ولا سالبه، او بقياس موجب ولا قياس سالب؟ انا ماشي كده اهو، ماشي كده كده عكس عقارب الساعه، يبقى ده قياس موجب. ماشي يا عم؟ ماشي. طب تعالى لدي، خلاص بقى انت ترجمت. انا ماشي بقى دلوقتي، انا ماشي ايه؟ مع عقارب الساعه، مع اتجاه حركه عقارب الساعه اهي، ماشي كده مع عقارب الساعه. ما دام ماشي مع عقارب الساعه يبقى ده اسمه قياس سالب. ما دام ماشي مع عقارب الساعه يبقى ده اسمه قياس سالب. يبقى انا عرفت قياس موجب وقياس سالب على حسب السهم. والله هشوف السهم ماشي عكس اتجاه عقارب الساعه يبقى ده قياس موجب، طب ماشي مع عقارب الساعه يبقى ده قياس سالب. بس كده. تعالى بقى ناخد مثال. بص يا اخويا، احنا خدنا عرفنا ان الزاويه الموجهه ماشي، وعرفنا ان ليها ضلع ابتدائي وضلع نهائي، والسهم خارج من الضلع الابتدائي رايح للضلع النهائي، وعرفنا ان كل زاويه موجهه ليها قياس موجب وقياس سالب. خلينا نقول دلوقتي القياس الموجب. مثلا انا هنا قلت دي، بص مشيت ازاي؟ مشيت كده، مشيت كده. فلو قلت لك مثلا ان دي ب 40 درجه، خلي سميتك دي واو دي ب دي ج، يعني ده بقى اسمه ضلع ابتدائي، ده اسمه ضلع نهائي، والزاويه اسمها ب واو ج. ماشي. بص انا ماشي ازاي بقى كده اهو، عكس عقارب الساعه. يعني ايه بقى ماشي عكس عقارب الساعه؟ يبقى دي اسمها قياس موجب. قياس ايه؟ موجب. طب ليه قياس موجب؟ عشان انا ماشي عكس عقارب الساعه. بص لو كملت السهم كده، امشي كمل لفه السهم اهو، ماشي عكس عقارب الساعه. ما دام ماشي عكس عقارب الساعه يبقى ده قياس موجب. يبقى انا لو هكتب ال 40 دي اكتبها 40 درجه عادي، لان هي موجبه، لان هي بقياس موجب. خلاص تمام زي الفل. طب بص بقى، لو انا عملت لك كده، خدت دي، بص السهم هنا، عملت كده انا بقى، ايه بقى القرف ده؟ بص لو انا لما كملت دي كده،
تعرف تقول لي الزاويه اللي بره دي قياسها كام؟ مش انت عارف ان مجموع الزوايا المتجمعه حول نقطه ب 360؟ اه. طب دي ب 40، تبقى دي كلها اللي بره دي كلها اللي بره دي بكام؟ ما هو 360 ناقص ال 40. طب 360 ناقص ال 40 يعني 320. كلام جميل. بس هل 320 دي انا هكتبها موجب ولا سالب؟ بص انا ماشي ازاي؟ ماشي كده اهو، كده 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 كده. يعني انا مكمل كده، يعني مع عقارب الساعه. ما دام مع عقارب الساعه يبقى ده اسمه قياس سالب. يعني انا لو هكتب ال 320 دي اكتبها سالب 320 درجه. طب ليه كتبتها سالب 320 درجه؟ عشان ده اسمه قياس سالب. اسمه قياس ايه؟ سالب، عشان انا ماشي مع عقارب الساعه. كلام جميل. طب خلينا نكمل. هخليك انت اللي تستنتج الملاحظه مش انا. انت اللي هتستنتجها. لو انا حطيت لك رسمه كده تاني، الوان اهو مدلعك. بص يا عم، نفس الزاويه واو ب ج، هي ادي واو وادي ب وادي ج، نفس الزاويه. خليت لك يا عم السهم كده وقلت لك ان دي برضو ب 40 درجه. نفس الكلام نفس الكلام. هل، قول لي انت، جاوبني انت على دي قياس موجب ولا قياس سالب؟ ها قول. خلاص بقى انت بقيت عارف. انا ماشي كده اهو، ماشي كده، يعني ماشي مع عقارب الساعه. ماشي مع عقارب الساعه بقى ده اسمه قياس ايه؟ سالب. اسمه قياس سالب. ماشي. يعني انا لو عايز الزاويه دي انا هقول عليها سالب 40 درجه، صح ولا مش صح؟ عشان ده قياس سالب. ماشي، يبقى ده اسمه قياس سالب. كلام محترم، كلام جميل، زي الفل زي الفل. رحت انا عامل لك ايه بقى يا ابويا؟ عملت كده اهو. ايه بقى الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ بص انا ماشي ازاي من هنا. بص ماشي كده. يعني انا ماشي عكس عقارب الساعه. ماشي عكس عقارب الساعه يعني قياس موجب. ماشي مع عكس عقارب الساعه يعني قياس موجب. طب دي كانت 40، خليها 40 مش سالب 40، يعني خليها موجوده 40 دلوقتي. لو دي هتبقى كام؟ هتبقى 320. عشان هقول 360 ناقص 40 هتطلع 320 زي المثال ده. بس في المثال ده بقى بقت دي قياس موجب وده اسمه قياس سالب. طب خلينا يعني دي كانت سالب 40 صح؟ دي اسمها سالب 40 ودي 320. اجمع لي كده، اجمع لي مقياس القياس الموجب زائد مقياس القياس السالب. نشوف هتطلع ايه. وهتبقى احنا تبقى انت اللي استنتجت الملحوظه مش انا اللي قلتها لك. القياس الموجب فين؟ هو القياس الموجب اللي هو 320. ماشي، هو كده كده بالموجب، فلو اتحط جوه المقياس هتطلع برده موجب عادي. المقياس ده، المقياس بيعمل ايه؟ اللي جواه لو سالب بيطلعه موجب، طب لو جواه موجب بيطلعه موجب برده عادي. يعني مثلا لو قلت لك مقياس سالب 2 يعني ده ب 2. طب مقياس 2 ب 2، يبقى لو اللي جواه سالب بيطلع بره بالموجب. انا بقى هجمع 320 زائد مقياس القياس السالب. القياس السالب كان سالب 40 اهو، سالب 40 درجه. كده بقت 320 زائد مقياس سالب 40 يطلع بره بكام؟ ب 40 درجه. ايه طيب اهو، يعني 360. حلو يا اخويا، حلو. استفدت انت ايه بقى؟ ان كده كل زاويه موجهه ليها قياسين، صح ولا مش صح؟ صح. لان انا هنا اما مشيت كده، طب ما انا كنت ممكن امشي كده. حد يقول لي حاجه يعني؟ لا. كده بقى ليها قياس موجب وليها قياس سالب. يبقى انا استنتجت ان اي زاويه موجهه في الدنيا ليها قياسين، واحد موجب وواحد سالب. لو جمعت بقى مقياس القياس الموجب زائد مقياس القياس السالب يديني 360 يا اخويا. ده لاي زاويه موجهه، ده لاي زاويه موجهه. ان انا اجمع عادي، لو مش عايز تكتب مقياس القياس الموجب عادي، كده كده هو موجب فهيطلع موجب. فانت كنت ممكن تقول القياس الموجب زائد مقياس القياس السالب مجموعهم 360 درجه لاي زاويه موجهه. القياس الموجب اما اجمع عليه مقياس القياس السالب يديني كام؟ 360 درجه. ماشي، لحد دلوقتي مفيش اي مشكله.
كده انت فهمت هي جت منين وجت ليه وحصلت ليه. تعالى بقى نبصمجها. يعني بص، عايزين نبصمجها بقى. لو هو اداني قياس سالب وانا عايز قياس موجب، دي رحله البصمجه بقى، دي رحله البصمجه. احنا فهمنا صح؟ ما دام فهمنا خلاص نبصمج بقى اهو. نبصمج، بس نبصمج وانت فاهم بدل ما تبصمج وانت مش فاهم. دي اهم نقطه. انت فهمت خلاص ماشي، بس انا عايز بقى اشوف عشان احل على طول. تحل على طول ماشي، هبصمجها لك. بس تبصمج وانت مش فاهم دي اكبر غلط. انت فاهم خلاص، ولو فاهم حاجه قلت لك 100 مره، انت لو فاهم حاجه عمرك ما هتنساها. انما لو حافظ حاجه وعهد الله عدى عليها يوم يومين خلاص انت مفيش الحاجه دي اصلا. فاهم؟ تعال نكمل. فانا لو معايا قياس سالب وعايز قياس موجب، ولو معايا قياس موجب وعايز قياس سالب، شو راح نعمل؟ انا معايا ده وعايز ده. لو نفترض ان القياس السالب مثلا سالب 30، انا عايز القياس الموجب اجمع عليه، اجمع 360 يديني القياس الموجب. فلو معايا القياس السالب اجمع عليه 360 يديني القياس الموجب، معايا قياس سالب اجمع عليه 360 يديني القياس الموجب. فسالب 30 اما اجمع عليها 360 هيديني 330 درجه، وده قياس موجب. طب لو معايا قياس موجب، ولنفترض ان القياس الموجب 30 درجه، وانا عايز احوله لقياس سالب، اطرح منه 360 بس كده. يبقى 30 درجة لو طرحت منها 360 يديني ايه؟ سالب 330 درجة. وده اسمه قياس سالب يا اخويا، وده اسمه قياس موجب. يبقى انا لو معايا قياس سالب وعايز قياس موجب اجمع عليه 360. طب لو معايا قياس موجب وعايز القياس السالب اطرح منه 360 بس كده. خلص الموضوع على كده. ولا نفترض كده احنا خلصنا الجزئيه دي. طب تعالى نشوف المثال ده. بص يا عم، بيقول لك قياس الزاويه، اوجد قياس الزاويه الموجهه سيتا في كل من الحالات الاتيه. اول حاله عندنا اهي، ارسمها لك هنا اهو. ايه مش راضي تمسحي ليه؟ ماشي. بص يا اخويا، اهو اهو. فدي قال لك ان دي 42 درجه، وقال لك ان دي سيتا. انا بقى عايز سيتا، نعمل ايه يا ابويا؟ هو انا هنا المفروض يعتمد على الفهم بتاعي. مش انا عارف ان كل زاويه موجهه ليها واحد موجب وواحد سالب، واما اجمع الموجب على مقياس القياس السالب يديني 360 ماشي. هو اللي هو عايزه ده اسمه ايه؟ يعني اللي انا عايزه ده، بص انا ماشي ازاي؟ ماشي كده اهو مع قارب الساعه. يبقى اللي هو عايزه ده اسمه قياس سالب يا اخويا. اللي هو عايزه اسمه قياس سالب اهو، لان انا ماشي مع قارب الساعه. معنى كده ان بص، هو ما حطليش سهم اصلا. يعني هو ما حطليش سهم على دي، عشان هو المفروض عارف ان انا خلاص انا فاهم بقى ان دي لو هو قال لي ان ده قياس سالب يبقى اللي جوه اكيد قياس موجب. ما فيهاش تفكير. فكده معنى كده ان ده هو اسمه قياس موجب يا اخويا. طب انا معايا القياس الموجب اللي هو 42 درجه، وانا عايز القياس السالب اللي هو سيتا ده، اعمل ايه؟ هطرح منه 360 بس وعهد الله. اطرح من ده 360 درجه. ف 42 شيل منها اسمه ايه؟ 360 تطلع لك 300، تطلع لك سالب 318. ايه طب هي بتعمل كده ليه؟ ماشي. سالب 318 درجه بس كده. يبقى 42 ناقص 360 سالب 318. ليه انا عملت كده؟ عشان هو كان طالب، فهمت من اللي هو طالبه ان هو كان قياس سالب، فكده معناها اللي جوه ده قياس موجب بس. طب تعالى اللي بعده، وقف انت وحل عقبال ما ارسمها. يلا خلاص بقى انت بقيت شاطر.
دي 53. ها قول. ايه خلاص بقى سهله. معناه اللي هو عايزه ده ايه؟ اهو ماشي عكس عقارب الساعه. معنى اللي هو عايزه ده اسمه قياس ايه؟ موجب. يبقى الثيتا اللي هو عايزها دي اسمها قياس موجب، او الزاويه بالموجب يعني. اللي هو عايزه قياس موجب، معناها ان اللي جوه ده كان قياس ايه؟ سالب. معنى اللي جوه ده كان قياس سالب. فانا معايا القياس السالب اللي هو سالب 53، عشان هو ماشي بس هو ما حطليش السهم، بس انا عارف ان كده انا ماشي عكس عقارب الساعه، فكده بقى ده قياس موجب. فالزاويه الموجهه ليها قياسين، واحد موجب وواحد سالب، فانا خدت الموجب هو اللي بره، يبقى اللي جوه ده كان ايه؟ كان سالب. فانا بقى عايز القياس الموجب ده، هزود على القياس السالب ده 360 عشان عايز قياس ايه؟ موجب. فيبقى 360 ناقص 53 يعني كام؟ يعني 310 307. يعني 307 درجة. موجب ولا سالب؟ موجب، عشان انا كان عايز قياس موجب عشان عكس عقارب الساعة. بس كده. يبقى انت عرفت ان الزاوية الموجهة ليها قياسين، واحد موجب وواحد سالب. واما اجمع القياس الموجب على المقياس السالب يديني 360. واما يديك السهم انت فاهم السهم رايح فين وجاي منين بقى. مش انا ماشي كده، بدل ماشي كده يبقى عكس عقارب الساعة، وده قياس موجب، يبقى اللي جوه معناه قياس ايه؟ سالب. بس كده. اوكي. اوكي. خلينا نرجع تاني. كده انت عرفت القياس الموجب وعرفت القياس السالب، وعرفت لو مديني القياس السالب وانا عايز الموجب هجمع منه 360، هجمع عليه 360. طب لو مديني القياس الموجب وعايز السالب هطرح منه 360. وبارك الله فيما رزق. بس كده. كده يا ابويا عرفت الزاويه الموجهه، وعرفت كل حاجه عنها واللي ليها اتجاه وقياس موجب وقياس سالب والهري ده. عندنا بقى حاجه اسمها الوضع القياسي للزاويه الموجهه. كلام عبيط جدا يعني. الوضع القياسي للزاويه الموجهه، امتى اقول ان الزاويه الموجهه دي في وضعها القياسي؟ عشان اقول ان الزاويه الموجهه دي في وضعها القياسي لازم يتحقق عندي شرطين. حلو يا اخويا؟ حلو. اول شرط ان يكون ضلعها الابتدائي على محور س الموجب. هكتب لك الشرطين بقى كده نفهمها واحده واحده. ويكون رأس الزاويه نقطه الاصل. ماشي. كلام جميل. ولازم بقى بص دي لازم الشرطين مع بعض. يعني ما ينفعش شرط واحد، لازم الشرطين يتحققوا مع بعض. لو الاتنين مع بعض اتحققوا يبقى دي زاوية موجهة في الوضع القياسي. واحد بس اتحقق والتاني لا، يبقى دي مش في وضعها القياسي. تعال نشوف مثال. مثلا انت عارف المستوى الاحداثي المتعامد اهو. كان ده اسمه صاد الموجب، وده اسمه صاد شرطة اللي هو صاد سالب، وده كان اسمه س شرطة اللي هو السين السالبة، وده اسمه س الموجبة، وكانت هنا نقطة الأصل واو. في مشكلة؟ في مشكلة. لا مفيش مشكلة. أنا رسمت لك بقى مثلا كده يا عم، رحت أعمل لك كده وقلت لك إن دي ألف ودي ب، ورحت أنا أعمل لك السهم كده. تقدر تقول لي دي زاوية موجهة في الوضع القياسي ولا لأ؟ ما تقولش كده على طول، احنا هنشوف دلوقتي الشرطين. اول شرط عندي ان المفروض ان الضلع الابتدائي يقع على محور س الموجب. فين لو هنا الزاويه اهي، فين ضلعها الابتدائي يا اخويا؟ فين ضلعها الابتدائي؟ ما هو واو ب. طب الضلع النهائي اللي هو واو الف، عشان السهم خارج من الضلع الابتدائي غاير في داهيه رايح للضلع النهائي. فدي او ده اسمه ضلع ابتدائي اهو.
طب انت مالك في ايه اهو. طب ده نهائي، كلام محترم. هل هنا حقق لي الشرطين؟ اه حقق لي الشرطين على فكره. مش هنا ضلعها الابتدائي على محور س الموجب؟ مش ده الضلع الابتدائي؟ اول شرط اتحقق زي الفل. طب الشرط الثاني قال لك راس الزاويه نقطه الاصل. طب راس الزاويه نقطه الاصل؟ اه نقطه الاصل، خلاص. يبقى دي زاويه موجهه في الوضع القياسي. في مشكله؟ مفيش مشكله. طب تعالى بص، هرسم لك شويه رسومات يبقى انت عرفت ان لو في الوضع القياسي لازم يتحقق شرطين: ضلعها الابتدائي على محور س الموجب، وراس الزاويه نقطه الاصل، ولازم الشرطين مع بعض. تعالى ارسم لك كام رسمه كده وقول لي هم دول في الوضع القياسي ولا لا. انا مثلا رحت اعمل لك كده، هنرسم شويه رسومات وبعدين تقول لي في الوضع القياسي ولا لا يا اخويا. خد الرسمه دي. بص بقى، خد يا عم الرسمه دي كمان. ادي كده 1 2 3، خد الرابعه، مش هحرمك من حاجه. ايه اثبتي. خد دي مثلا. بص يا ابويا بقى، خش على اول واحده. مش هنقول السؤال اشتاتا اشتوت اتحل، لا احنا هنشوف بنطبق عليه بنطبق عليه الشرطين ولا لا. لو موجود الشرطين خلاص، لو مش موجود الشرطين او مش موجود شرط واحد منهم حتى يبقى مش في وضع القياس. تعالى هنا اول واحده. اول واحده والله انا شايف ان راس الزاويه هي نقطه الاصل، خلاص اتحقق اول شرط. طب الشرط الثاني المفروض قال لي ان ضلعها الابتدائي على محور س الموجب. طب ما هو ضلعها الابتدائي هو على محور س الموجب عشان السهم خارج منه، يبقى دي في الوضع القياسي. حلو الكلام، حلو الكلام. طب تعالى هنا، انا شايف ان راس الزاويه هي نقطه الاصل، فهي حققت شرط. حققت اول شرط اللي هو راسها نقطه الاصل. طب الشرط الثاني المفروض ان ضلعها الابتدائي يبقى على محور س الموجب. طب هل ضلعها الابتدائي على محور س الموجب؟ ها قول. لا، مش ده هو الضلع الابتدائي عشان السهم خارج منه، فبقى محور س الموجب ده هو ضلعها النهائي. ضلعها النهائي. فدي ما بقتش في الوضع القياسي مع انها حققت اول شرط، او حققت شرط منهم ان هي راسها نقطه الاصل، بس الشرط الثاني ان ضلعها الابتدائي مش موجود على محور، موجود على محور س، ما حققتوش، يبقى دي مش في الوضع القياسي. طب تعالى لدي. دي انا شايف ان ضلعها الابتدائي على محور س الموجب، اول شرط حققته. طب المفروض راسها تبقى نقطه الاصل. هل راسها نقطه الاصل؟ لا، نقطه الاصل اهي. ايه يا ماما، او نقطه الاصل هنا. فدي نقطتها او نقطه راس الزاويه نقطه الاصل؟ لا، مع انها حققت اول شرط، فدي مش في الوضع القياسي عشان راس الزاويه مش نقطه الاصل. طب تعالى هنا. هنا نقطه راس الزاويه نقطه الاصل، ماشي، يبقى انا عرفت اول شرط اتحقق. طب تاني شرط المفروض ضلعها الابتدائي هو يقع على محور س الموجب. فين هنا الضلع الابتدائي ده اهو، ده الضلع الابتدائي. طب محور س الموجب ده ايه؟ ده الضلع النهائي، يبقى دي مش في الوضع القياسي. في مشكله ولا اي مشكله؟ يبقى الزاويه الموجهه او الامتى هي في الوضع القياسي لو تحقق شرطين: ان راس الزاويه يكون نقطه الاصل، وان ضلعها الابتدائي يقع على محور س الموجب. خد واحده كمان. لو قلت لك مثلا كده، خليها ايه، خليها ازاي، خليها كده يا عم. هي دي الزاويه، هي الزاويه دي رأسها نقطة الأصل؟ اه. طب ضلعها الابتدائي محور س الموجب؟ لا. ولا اه. مش هو خارج من هنا رايح هنا؟ يبقى ضلعها الابتدائي هو محور س الموجب، يبقى دي في الوضع القياسي. يبقى في الوضع القياسي نقطة راس الزاوية نقطة الأصل، وضلعها الابتدائي يقع على محور س الموجب، بس كده.
يبقى كده انت عرفت امتى اقول ان الزاويه الموجهه بتبقى في الوضع القياسي. بس كده، وخدنا كام مثال وفهمت بيهم الدنيا. في حاجه بقى تانية، بص بقى، في حاجه اسمها الزوايا المتكافئه. ايه بقى الزاويه المتكافئه دي؟ احنا كده عرفنا كل حاجه، كل المعلومات عن الزاويه الموجهه، وعرفنا ان ليها قياس موجب، وعرفنا ان ليها قياس سالب، ولو معايا القياس السالب بجمع 360 عشان اجيب القياس الموجب، لو معايا القياس الموجب وعايز القياس السالب اطرح من 360. وعرفنا امتى تكون في وضعها القياسي، لما تكون راسها نقطه الاصل وضعها الابتدائي على محور س الموجب. في بقى حاجه اسمها الزاويه المكافئه او الزوايا المتكافئه. بص كده، برضو انت اللي هتستنتج الملحوظه مش انا. والله ملبوسه الشاشه دي. ها ماشي. بص كده، او خلينا نعمل كده. بص يا اخويا، انا رحت حاطط هنا واو، وقلت ان دي الف، وقلت ان دي ب، ورحت قايل لك الزاويه عامله كده، او السهم رايح كده. مراجعه بسيطه، ها، ده الضلع الابتدائي، ده الضلع النهائي، اسم الزاويه ب واو الف. في مشكله؟ مفيش مشكله. فدي اسمها سيتا، سميت الزاويه سيتا يعني مفيهاش حاجه. بص بقى، لو انا جيت من هنا لهنا، ركز بقى معايا، ركز في الحته دي. مش انا من هنا اهو، بص بص كده اهو، اهو اهو السهم جاي كده اهو. انا بقى لو رحت اعمل كده، هو انا كده عملت ايه؟ عملت ايه؟ مش انا وقفت من هنا، يعني خرجت من نفس الضلع الابتدائي ولفيت لفيت 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 ورجعت لنفس النقطه تاني، كده عملت حاجه ولا عملت اي حاجه؟ يعني لفيت 360 درجه. اما الف 360 درجه برجع لنفس نقطتي، برجع لنفس الحاجه. رحت انا عامل كده بقى، بص كده، الزاويه دي بقى اسمها ايه؟ مش انا مشيت هنا، مش دي كانت سيتا؟ ماشي. طب مشيت هنا، بص 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 بص، مشيت كده 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 كده، مشيت 360 ورحت مزود عليها الحته سيتا. يعني انا لما مشيت هنا كده، بص بص عملت ايه؟ مشيت كده اهو، رحت رايح كده، مشيت كده رحت رايح كده. فلحد الحته دي، لحد النقطه دي، انا ما عملتش حاجه، والله ما عملت حاجه. لحد النقطه دي ما عملتش حاجه، انا لفيت 360 درجه، يعني لفيت ورجعت لنفس نقطتي. طب رحت مزود بقى عليها الحته سيتا، ما خلاص يعني السيتا دي اما انا زودت عليها 360 درجه، مش رجع لي نفس السيتا؟ وعهد الله والله العظيم رجع لي نفس السيتا. لان انا كانت هنا، دي كانت سيتا، رحت لف 360 وزودت عليها الحته سيتا. طب ما اما الف 360 انا رجعت لنفس النقطه تاني وطلعت الحته سيتا. فالسيتا دي رحت مزود عليها 360 رجعت لي هي. طب بلاش دي، بص لدي كده، هتبتدي تجمع اهو، نفس الكلام، دي الف، دي واو، دي سيتا، دي ب. بص بقى يا اخويا انا هعمل ايه. بص بقى، ها، الله 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 الله. كبرت مننا كده، كبرت مننا، هربت من هنا. مش دي سيتا؟ بص بقى، خلينا ندرس الشكل واحده واحده. انا واقف هنا اهو، بص عملت ايه؟ مشيت كده 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 كده، رجعت هنا لحد دي. انا عملت حاجه؟ وعهد الله ما عملت حاجه، انا زودت عليها 360. فلفيت نفس الدايره كده ورجعت للنقطه الاصل، يعني رجعت للنقطه اللي انا كنت واقف عندها اصلا اما لفيت 360. رحت مزود هنا كده، رحت لافف تاني 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 لحد هنا. والله ما عملت حاجه، والله العظيم ما عملت حاجه. انا زودت 2 360،
زودت 2 360. لما ازود 2 360 برضه هرجع لنفس نقطتي تاني اللي هي كانت دي اهي. رجعت لنفس النقطه اللي انا بادئ منها ورحت طالع الحته دي سيتا. طب ما هي نفس هي كانت السيتا الاولانيه دي. يعني سيتا رحت مزود عليها 2 في 360 لقيت اداني ان هي سيتا، يعني رجعت لنفس سيتا. صح ولا مش صح؟ انا كانت سيتا واقفه عندي اهي، رحت لافف في واحده، رحت لافف في الثانيه، برضو رجعت لنفس النقطه بتاعتي، رحت طالع بقى الحته دي سيتا. بس خلاص، يبقى انا لما زودت عليها 2 في 360 رجعت لي هي سيتا. معناها ايه دي بقى؟ دي اسمها زوايا مكافئه، زاويه مكافئه ليها. يعني انا بص، يعني انا سيتا دي لما ازود عليها 360 هي طلعت زاويه مكافئه للسيتا دي، زاويه مكافئه للسيتا دي. وتلاحظ منها ان هي ليها نفس الضلع النهائي. خلي بالك، يعني هنا مش السهم اما انا لفيت دورتين ورحت واقف هنا اهو، مش السهم ده رايح لنفس الضلع النهائي ده اهو؟ صح ولا مش صح؟ مش ده الضلع النهائي؟ انا اما دي راحت للضلع النهائي ده ودي راحت لنفس الضلع النهائي. خد الملحوظه دي بقى، ان الزوايا مهمه دي، ان الزوايا المتكافئه لها نفس الضلع النهائي يا اخويا. مهمه دي، ان الزوايا المتكافئه ليها نفس الضلع النهائي، ليها نفس الضلع النهائي. اديك شفت اما لفيت لفه رحت لنفس الضلع النهائي لفتين. طب اما لفيت لفه واحده مش ده كان الضلع النهائي اهو، السهم رايح، طب ما انا رحت هنا برضه، يبقى ليها نفس الضلع النهائي. باختصار شديد بقى، ان الزوايا المكافئه دي او الزوايا المتكافئه دي هي سيتا لما اجمع عليها نون في 360 درجه، والنون دي هي عدد صحيح. النون دي هي عدد صحيح. لما اجمع السيتا دي اضربها مثلا، اجمع عليها 2 في 360، اجمع عليها 3 في 360، اجمع عليها 10 في 360، اجمع عليها 12 في 360، هيديني زاويه مكافئه للسيتا. بس كده. ونفس الكلام لو بالسالب على فكره، يعني نفس الكلام لو انا لفيت واحده سالب، لو لفيت دوره كامله بالسالب هرجع لنفس النقطه واعمل تانية سيتا، فهي تفضل بالسالب. القانون ده بقى هو ده القانون، ان سيتا لو جمعت عليها 360 او طرحت منها 360 هيديني زاويه مكافئه ليها، هيديني زاويه مكافئه ليها وليها نفس الضلع النهائي. يبقى سيتا لما اجمع عليها او اطرح منها اي رقم في 360 يديني زاويه اهو، زاويه مكافئه للسيتا دي، يديني زاويه مكافئه ليها. لما اجمع عليها 360 او اجمع عليها 2 في 360 او اجمع عليها في 3 في 360 او اجمع عليها 4 في 360 او اطرح منها 2 في 360 اطرح منها 3 في 360 ازود عليها اي حاجه واطرح منها اي حاجه في 360 يديني زاويه مكافئه ليها، يديني زاويه مكافئه ليها. وانت فهمت من الرسمه لما لفيت دورتين اكني ما عملتش حاجه وطلعت للسيتا، بس يبقى انت فهمتها وبصمجتها. طب خلينا ناخد مثال عليها مثلا. بص كده بيقول لك ايه، بيقول لك اوجد زاويتان احداهما بقياس موجب والاخرى بقياس سالب مشتركتين في الضلع النهائي. معناها ايه بقى مشتركتين في الضلع النهائي؟ يعني عايز زاويه مكافئه ليها. مش انا قلت لك ان كل الزوايا المتكافئه ليها نفس الضلع النهائي؟ طب ما هنا قال لي مشتركتين في الضلع النهائي، يبقى انا محتاج زاويه مكافئه لل100، واحده بالموجب وواحده بالسالب. طب لو انا عايز، يبقى انا عايز زاويتين مكافئتين لل100، واحده موجب وواحده سالب. طب لو موجب يعني 100 درجه دي، لو انا عايز زاويه مكافئه ليها بالموجب، طب ما انا هطرح 360 بقت 460. دي 460 دي هي زاويه مكافئه للزاويه 100. طب لو عايزها بقياس سالب هقول 100 ناقص 360. كده انا عملت حاجه؟ ما عملتش حاجه. انا هطلع زاويه مكافئه ليها 100 ناقص 360 يعني سالب 260.
دي زاويه مكافئه ليها بقياس موجب، ودي زاويه مكافئه ليها بقياس سالب. في نقطه هنا بقى، ولنفترض ان واحد محترم قال لك انا مش عايز اعمل 360، انا عايز اعملها، عايز اعمل 100. يبقى العبط ده، عايز اعمل 100 زائد 2 في 360. حد يقول له حاجه؟ حد يجي جنبه؟ ولا اي حاجه. ايه المشكله يعني؟ عادي. 2 في 360 يعني 720. 720 و100 يعني 820. فاللي هو طلعها دي تختلف عن دي؟ لا، ما هي دي زاويه مكافئه ودي زاويه مكافئه. فاللي انا طلعتها دي وقال لك اوجد، بص قال لك ايه؟ اوجد زاويتان احداهما بقياس موجب والاخرى بقياس سالب. فاللي هيطلع اي واحده عادي. يعني لما طلع 460 دي في مئات الزوايا تانية مكافئه ليها، في مئات الزوايا مكافئه للزاويه 100 دي. واحد ممكن يقول لي انا عايز اضرب مثلا او ازود عليها 7 في 360، محدش يقول له حاجه. عايز ازود عليها 10 في 360، محدش يقول له حاجه. انا كده كده بزود 360 مضروبه في 2 مضروبه في 3 مضروبه في 4 عادي، مش هتفرق. فال 460 دي مش هي الوحيده المكافاه لل 100، انا ممكن ازود عليها اي حاجه تعجبني. طب هنا واحد قال لي برضه انا مش عايز انقص والله منها 360، انا عايز انقص منها 2 في 360. حرام؟ لا والله ما حرام ولا عيب ولا اي حاجه. هنا بقت 720. 720 100 ناقص 720 يعني سالب 620. هل دي تختلف عن دي؟ وعهد الله ابدا، هي مكافاه لل100، بس واحد زود 2 في 360 وواحد زود 360. بس احنا الستاندرد بتاعنا او الطبيعي بتاعنا احنا بنزود 360 او ننقص 360 واحد عادي، مش هتفرق. بس انا فهمتك ان لما اجيب 460 دي مش هي الوحيده بس المكافاه للزاويه 100، في زوايا كتير مكافاه للزاويه 100 على حسب انا هزود كام في 360. بس كده. خلينا نكمل الامثله كده. انت فهمت ليه وحصلت ليه وعرفنا كل حاجه. بص بقى، مثلا سالب 250، ها نعمل ايه؟ خلاص بقى انت فهمت. انا عايز واحده بقياس موجب وواحده بقياس سالب. فالسالب 250 دي لو انا عايز واحده ليها بقياس موجب مكافاه ليها هزود 360. يعني انا لو عايز واحده مكافاه ليها هزود 360. يبقى لك كام يا اخويا؟ 110. فال 110 دي هي زاويه مكافاه لسالب 250. انا زودت 360. في حد لو زود 10 في 360 حد يقول له حاجه؟ محدش يقول له حاجه. طب لو عايز واحده ثانيه بقى بقياس سالب هنقص منها 360. اوكي يا اخويا؟ اوكي. يبقى 500 يبقى 610 يبقى سالب 610. كده انا طلعت زاويه مكافاه للسالب 260، واحده بقياس سالب وواحده بقياس موجب. يبقى لو عايز زاويه مكافاه يا اما اطرح 360 يا اما زود 360. وبارك الله في رزقك. طب ال 150 حلها انت بقى، يلا قول لي. ها ال 150 لو بقياس موجب اعمل ايه؟ قياس موجب ازود 360. هزود على ال 150 دي 360 يعني 510. طب لو عايزها بقياس سالب يبقى 150 هنقص منها 360 يعني سالب 210. ولا اي مشكله. يبقى لو عايز زوايا مكافاه واحده موجب واحده سالب، مره هزود 360 ومره نقص 360 بس. السالب 300 اعملها انت بقى، زود 360 ونقص 360 بس كده. طب تعالى على المثال ده. بيقول لك عين اصغر قياس موجب من الزوايا التي قياستها كالتالي. يعني ايه عين اصغر قياس موجب؟ اصغر قياس موجب دي، بص، انا عندي الارباع اخرها فين؟ يعني انا عندي دي، لو انا بادئ من هنا دي، ايه يا ماما، بادئ من هنا يبقى دي الزاويه صفر. طب دي 90. طب دي 180. طب دي 270. اروح بقى كده 360. اصغر قياس موجب، اصغر قياس موجب يعني واحد في يعني اخرك 360.
بس كده. اصغر قياس موجب يعني اخرك 360. يعني مثلا لو قلت لك عايز اصغر قياس موجب للزاويه 30، ما خلاص، ما هي 30 اصغر قياس زاويه موجب، لان لو نقصت منها 360 هيديني حاجه بالسالب. طب لو قلت لك عايز اصغر قياس موجب مثلا لل 150، هي 150، لما انقص منها 360 هيديني قياس سالب. طب تعالى اول مثال، بيقول لك عايز اصغر قياس موجب للزاويه سالب 62. نعمل ايه بقى؟ سالب 62 درجه دي انا عايز اصغر قياس موجب، يعني عايز اول ما يجي الموجب اقف. اعمل ايه بقى؟ ازود 360 بس كده. لو زودت 360 يديني القياس الموجب. كام دي؟ 298. هو ده اصغر قياس موجب، ده اصغر قياس موجب. طب سالب 225 عايز اصغر قياس موجب ليها، هنقص، لا ازود عليها 360 عشان اجيب اصغر قياس موجب. 135 درجه، ده اصغر قياس موجب. طب 530، بص بقى 530 دي هي بالموجب، انا بقى عايز اصغر منها اللي بالموجب. اعمل ايه؟ اطرح منها 360 بس، الموضوع مش صعب. فهطرح من دي 360، 170. ده اسمه اصغر قياس موجب، لان ال 170 دي لو طرحت منها 360 تاني هيديني حاجه بالسالب، فانا عايز اصغر قياس موجب. طب سالب 790، بص بقى، سالب 790 انا عايز اصغر قياس موجب، هزود عليها 360. طلعت كام؟ سالب 430. هل اللي طلع ده اصغر قياس موجب؟ لا، فهنقص منه، هزود عليه تاني 360. طلع كام؟ سالب 70. هل ده اصغر قياس موجب؟ لا مش اصغر قياس موجب، هزود عليه 360 تاني. كام؟ 290. كده وصلنا هنا. 290 ده هو اصغر قياس موجب للزاويه سالب 790 بس كده. يبقى انا لو عايز اصغر قياس موجب وانا معايا حاجه بالسالب، اروح مزود عليها 360 عشان اوصل للرقم الموجب. طب انا معايا حاجه موجب بقى وعايز القياس السالب بتاع، عايز اصغر قياس موجب ليها، انقص 360 بس كده لحد ما اوصل للرقم الموجب بس، مش عايز منك حاجه تاني. طب لو قلت لك عايز اصغر قياس موجب للزاويه 190، تقول لي ايه؟ تقول لي هو 190 برضه، لان انا ده لو نقصت منه 360 هيديني رقم بالسالب، فهو ده اصغر قياس موجب. طب لو عايز اصغر قياس موجب للزاويه 60، دي خدعه. انا عايز اصغر قياس موجب لل 60، هو 60، عشان انا لو نقصت من 60 دي 360 هيديني سالب 300 وده رقم سالب، فانا عايز اصغر قياس موجب بس كده. في اي مشكله؟ مفيش اي مشكله. بص بقى، احنا دلوقتي احنا رحنا فين؟ اه ماشي. احنا دلوقتي خلصنا الزاويه الموجهه، وعرفنا امتى، وعرفنا القياس الموجب والقياس السالب بتاعها، وعرفنا امتى تكون في وضعها القياسي، وعرفنا الزوايا المتكافئه ليها ان انا ازود 360 او انقص 360 او اي عدد صحيح اضربه في 360. وعرفنا ان انا لو عايز زاويه مكافئه يا اما ازود 360 او انقص 360 لو عايزها موجب او سالب يعني. وعرفنا اصغر قياس موجب بجيبه ازاي، ان انا لو عندي حاجه بالسالب هفضل ازود عليها 360 لحد ما اوصل للرقم الموجب. طب لو معايا الرقم الموجب هفضل انقص 360 لحد ما اوصل للرقم اصغر رقم موجب. دلوقتي بقى عايزين نحدد الربع اللي بتقع فيه انهي زاويه. انا دلوقتي عايز احدد الربع. طب احدد الربع ازاي؟ ما هو باللي احنا جبناه الاول. يعني انا بص، انا دلوقتي عايز حدد الربع التي تقع فيه الزاويه الموجهه. احدد الربع ازاي بقى؟ نفس الكلام. تعال ارسم لك الارباع. اول ربع ده، بص ده اسمه الاول، ده اسمه الربع الاول، ده اسمه الربع الثاني، ده مش التالت بقى، ده التالت. يعني ماشي اول تاني تالت، ده الرابع.
يبقى ده اول تاني تالت رابع. هو بيقول لي بقى عايز اعرف الزاويه دي واقعه في انهي ربع، في الاول ولا التاني ولا التالت. والله انا عارف ان هنا، ان لو سيتا دي لو هي اكبر من الصفر واقل من 90 درجه، لو السيتا اللي معايا دي هي اكبر من الصفر واقل من 90 درجه، معناها ان الزاويه دي موجوده في الربع الاول. طب لو السيتا دي محصوره او هي اكبر من ال 90 درجه واصغر من ال 180 درجه، يبقى دي موجوده في الربع الثاني. طب لو السيتا اكبر من ال 180 درجه واقل من 270 درجه، يبقى دي اسمها في الربع الثالث. طب لو سيتا اكبر من 270 درجه واقل من 360 درجه، دي كده في الربع الرابع. كده ده الاول، ده الثاني، ده الثالث، ده الرابع. لان انت عارف ان هنا دي 90 درجه، طب هنا 270 درجه، لا هنا 180 درجه، طب هنا 270 درجه، طب هنا 360 درجه. حلو الكلام، حلو الكلام. يبقى انا عايز اعرف الزاويه بتقع فين، او الزاويه بتقع في الربع الكام. لازم 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 اجيب لها اصغر قياس موجب الاول. ليه بقى بجيب لها اصغر قياس موجب؟ ما انا لما اجيب اصغر قياس موجب ده هو هينحصر او اخره لحد 360، يعني من اول صفر لحد 360 ده هو اصغر قياس موجب. فانا لازم اجيب اصغر قياس موجب الاول، بعد كده اشوف هي واقعه في الربع الكام. اجيب اصغر قياس موجب للزاويه وبعد كده اشوف هي واقعه في الربع الكام. بس كده. في بقى نقطه مهمه، لو قال لي الزاويه 90 او 180 او 270 او 360 وهنا في صفر، لو قال لي اي زاويه من دول الاربع ارقام اللي هم على الزوايا هنا، الاربع ارقام اللي هم على الارباع وهنا في صفر، لو انا ابدا بيها فصفر او 90 او 180 او 270 او 360 قال لي بتقع في الربع الكام، هو كده بيسالك سؤال غلط. بص اما هنا، بص مش دي الفترات مفتوحه، يعني السيتا ما ينفعش تكون بصفر ولا ينفع تكون ب90، تكون ما بينهم عشان تبقى في الربع الاول. انما لو سيتا بصفر او ب90 هي واقعه على المحاور ذات نفسها، فبسميها زاويه ربعيه. زاويه رباعيه، يعني لو قال لي الزاويه 90 تقع في الربع الكام، هقول له لا والله دي زاويه رباعيه ما بتقعش في اي ربع. طب قال لي والله الزاويه 360 بتقع فين، اقول له لا والله دي زاويه رباعيه. زاويه رباعيه، زاويه رباعيه ما بتقعش في اي ربع، يعني اسمها زاويه رباعيه. او اي حاجه من مضاعفات ال90، اي حاجه من مضاعفات ال90 يعني بتبقى الاسم على ال90، دي اسمها زاويه رباعيه، اسمها زاويه رباعيه. وانا عشان اعرف الزاويه بتقع في الربع الكام لازم اجيب لها اصغر قياس موجب. تعال نشوف مثال. بص يا عم اهو، بص بيقول لك ايه، عين الربع التي تقع فيه كل من الزوايا الموجهه دي. عين الربع ازاي يعني؟ ما انا عشان اعين الربع لازم اجيب لها اصغر قياس موجب عشان اعرف هي بتقع فين. قال لي اول واحده دي 213. ايه يا ماما؟ جنان جنان جنان. بص يا اخويا 213، ال 213 دي بيقول لي هي بتقع في الربع الكام. هي دي اصغر قياس موجب؟ اه اصغر قياس موجب، لان لما نقص 360 هتطلع رقم سالب. طب ال 213 دي محصوره ما بين ايه وايه؟ مش هي اكبر من ال 180، اكبر من ال 180 بس اصغر من ال 270، يعني في الربع الكام؟ الثالث. بس كده. مش انت عارف ان الربع ده دي 180 دي 270، فلو سيتا هنا اكبر من ال 180 واصغر من ال 270 يبقى هي في الربع الثالث،
ودي ال 213 هي فعلا اكبر من 180 بس اصغر من 270، يبقى دي في الربع الثالث. اللي بعده قال لك عين الربع الذي تقع فيه الزاويه الموجهه 132. هي 132 دي اصغر قياس موجب؟ اصغر قياس موجب، عشان لو طرحت منها 360 هتديني رقم سالب. طب ال 132 دي هي اكبر من ال 90 بس اصغر من ال 180، يبقى في الربع الثاني. بس كده سهله دي خالص. اهو الربع هنا دي 90 دي 180، يبقى سيتا لازم تكون اكبر من ال 90 هنا واقل من ال 180. وال 132 دي هي اكبر من 90 واصغر من 180، يبقى في الربع الثاني. خش على اللي بعده. قال لك الزاويه 90 تقع في الربع الكام؟ والله ما تقع في اي ربع، دي اسمها زاويه رباعيه. هيغفلك، يبقى دي اسمها زاويه ايه؟ رباعيه. طب سالب 310 ينفع اقول له السالب 310 دي بتقع في ربع كده وخلاص؟ لا لا لا، لازم اجيب لها ايه؟ اصغر قياس موجب. لازم انا اجيب لها اصغر قياس موجب عشان اعرف هي بتقع فين. طب وانا عشان اجيب اصغر قياس موجب كنت بعمل ايه لو هي سالب؟ كنت بعمل ايه؟ كنت بزود 360 لحد ما اوصل للرقم. فسالب 310 دي هزود عليها 360 عشان اوصل لاصغر قياس موجب يديني 50 درجه. 50 درجه دي بقى بتقع في الربع الكام؟ الاول. شفت بقى؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي، تقع في الربع الاول. يعني بص سالب 310 تقع في الربع الاول. تخيل بقى، عشان انا لازم اجيب اصغر قياس موجب الاول عشان اعرف هي بتقع في الربع الكام. طب سالب 12 دي بتقع في الربع الكام؟ هي دي اصغر قياس موجب؟ لا مش اصغر قياس موجب. طب اجيب له اصغر قياس موجب منين؟ هزود عليها 360. يعني سالب 12 هزود عليها 360 عشان اجيب اصغر قياس موجب عشان اعرف هي بتقع في الربع الكام. كام يا ابويا؟ 348. 348 دي هو اصغر قياس موجب. هو يبان لك ان هو كبير بس هو اصغر قياس موجب والله، عشان لما اقلل منه 360 هيطلع لي رقم سالب، او قصدي انقص منه 360. ف 348 دي تقع في الربع الكام؟ هي ازيد من 270، يعني سيتا هي اكبر من 270 بس اقل من 360، يبقى تقع في الربع الكام يا اخويا؟ الرابع. يبقى لازم أنا اجيب اصغر قياس موجب عشان اشوف هي بتقع في الربع الكام. كلام جميل. طب 964 هل ده اصغر قياس موجب؟ لا مش اصغر قياس موجب والله. هنقص منها 360 اول واحده عشان اجيب اصغر قياس موجب. انقص منها 360 اداني كام؟ 604. هل ده اصغر قياس موجب؟ لا. نقص منه 360 تاني 244. ايه بقى معناها؟ ايه دي بقى؟ 244 ده هو اصغر قياس موجب خلاص، لان لما نقص 360 تاني هيديني رقم سالب. فال 244 دي هي اكبر من 180، اكبر من ال 180 واقل من 270، يبقى دي في الربع الكام؟ الثالث. بس كده. في مشكله ولا اي مشكله؟ اللي بعده ايه الرقم ده؟ ماشي. سالب 1070. انت تشوف هتتخض بقى. سالب 1070 دي هو انا ينفع اقول سالب 1070 ده في الربع الكام؟ انت مجنون يا ابويا. لازم اجيب لها اصغر قياس موجب عشان تنحصر ما بين 0 و 360 عشان اعرف اقول هي بتقع في الربع الكام، لان الارباع كلها اخرك 360 اصلا. ايه بقى سالب 1070 دي؟ يبقى زود عليها 360. اول واحده لما زود عليها 360 يديني كام؟ سالب 710. لا ده احنا لسه بايتين هنا بقى. زود 360 تاني. زود 360 اداني كام؟ سالب 350. هل ده اصغر قياس موجب؟ والله ابدا. زود 360 تاني. انت وراك حاجه؟ زود 360 تاني. كام؟ 10. سبحان الله والله. ايه يا ماما بقى؟ 10. سبحان الله سبحان الله سبحان الله والله. سالب 1070 بقت 10. ايه بقى الكلام ده؟ الدنيا مش فيها خير والله.
فبقت 10 درجه، 10 دي تقع في الربع الايه؟ خلاص بقى الاول، عشان هي ما بين 0 و90 بس كده. في مشكله ولا اي مشكله؟ يبقى انا عشان اعرف الزاويه الموجهه تقع فين لازم اجيب لها اصغر قياس موجب، لازم اجيب لها اصغر قياس موجب. خد الحته دي في السريع. اول حاجه احنا خدناها في الدرس كانت ايه؟ كانت الزاويه الموجهه. بسرعه كده في 5 دقايق. الزاويه الموجهه عرفت ان هي ليها ايه؟ ليها اتجاه وبتتكتب على شكل زوج مرتب. الزوج المرتب المسقط الاول بتاعه او المسقط الاول بتاعه الضلع الابتدائي، والمسقط الثاني هو الضلع النهائي. ماشي؟ يعني لو عندي زاويه موجهه كده واو س وواو صاد، يبقى دي زاويه موجهه ضلعها الابتدائي واسمه واو س، ضلعها النهائي اسمه واو صاد، والزاويه بشيل اول حرف واقول س واو صاد. كلام جميل. وعرفنا بعد كده ان لكل زاويه موجهه لي في قياس موجب وقياس سالب. انا ماشي عكس عقارب الساعه، يبقى ده قياس موجب. ماشي مع عقارب الساعه، يبقى ده قياس سالب. اهو ماشي كده كده اهو كده مع عقارب الساعه، يبقى ده قياس سالب. طب ماشي كده عكس عقارب الساعه، يبقى ده قياس موجب. اوكي. وعرفنا ان كل زاويه موجهه ليها قياس سالب وقياس موجب. اما اجمع القياس الموجب على مقياس القياس السالب يديني 360 درجه. وعرفنا ايه تاني؟ وعرفنا لو انا معايا القياس الموجب، لو انا معايا القياس الموجب وعايز القياس السالب هطرح منه 360. طب لو معايا القياس السالب وعايز القياس الموجب هجمع عليه 360. كده يبقى معايا القياس الموجب والقياس السالب. وبعدين عرفنا ان كل زاويه موجهه ليها قياسين موجب وسالب والهري ده. وعرفنا الزاويه الموجهه امتى تقع في الوضع القياسي او امتى تكون في وضعها القياسي. وضعها القياسي لو راس الزاويه او نقطه راس الزاويه نقطه الاصل، ويكون ضلعها الابتدائي واقع على محور س الموجب. لو في فقدت شرط من الشروط دي يبقى هي مش في وضعها القياسي. وعرفنا الزوايا المتكافئه ان لو معايا زاويه سيتا وعايز الزاويه المكافئه ليها، يا اما ازود او انقص نون في 360 ووريتها لك بالرسمه. يعني انا لو معايا سيتا وعايز زاويه مكافئه ليها، واحده موجب مثلا وواحده سالب، لو انا عايز زاويه مكافئه ليها بالموجب ازود 360 او 2 في 360 او 3 في 360 او نكمل بقى. طب لو معايا سيتا وعايز زاويه بتكافئها بس بالسالب، انقص 360 او انقص 10 في 360 يعني. وعرفنا بعد كده الارباع، ان انا احدد الربع اللي بتقع فيه الزاويه. احدد الربع اللي بتقع فيه الزاويه ازاي يعني؟ ان انا اجيب لها اصغر قياس موجب. اول ما اجيب لها اصغر قياس موجب يبقى هي اشوف بقى هي بتقع في الربع الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. الاول من 0 ل 90، الثاني من 180 لا من 90 ل 180، الثالث من 180 ل 270، الرابع من 270 ل 360. بس كده احنا فرتكنا الزاويه الموجهه. كده يا ابو احنا خلصنا الزاويه الموجهه وعرفنا كل حاجه عنها. تعالى نحل شويه تمارين متنوعه. احنا حلينا بنمسك الحته نحل عليها شويه امثله، الحته نحل عليها شويه امثله، الحته نحل عليها شويه امثله. هنا بقى تمارين متنوعه، يعني بنحل على الدرس كله بقى. الدرس كله بقى ببعضه لخبطه. يلا اول سؤال بيقول لك ايه؟ يبقى الكلام ده كلوز. الكلام ده بقى بيقول لك اذا كان الف وب قياسي زاويتين متكافئتين فان سالب الف وسالب ب يكونان ايه؟ مش دي الف ودي ب والاثنين متكافئتين. طب السالب الف دي يعني انا خليتها قياس سالب، طب السالب ب خليت الب دي قياس سالب، فهيطلعوا برضو متكافئتين. حلو كده. خش على اللي بعده. بيقول لك الزاوية التي قياسها 950 تكافئ في الوضع القياسي الزاوية التي قياسها. يعني أنا عايز 950 دي عايز أشوفها بتكافئ إيه؟ بتكافئ إيه يا راجل يا محترم؟ بتكافئ إيه؟ فدي 950 أشوفها بقى بتكافئ إيه، يبقى نقص منها 360 عشان أشوفها بتكافئ إيه في الاختيارات. ف 950 أهي نقص منها 360 يديني كام؟ 590.
نقص منها 360 تاني عشان هي مش موجوده في الاختيارات. 590 موجوده؟ لا. نقص منها 360 تاني 230. هل 230 موجوده في الاختيارات؟ موجوده سالب 230. فاحنا هنا ال 230 دي لو نقصت منها 360 تاني وصلت لكام؟ سالب 130. موجوده في الاختيارات؟ موجوده في الاختيارات اللي هي رقم ب. يبقى 950 دي بتكافئ انهي زاويه؟ بتكافئ الزاويه اللي قياسها سالب 130. ليه عرفت كده؟ هي كانت بالموجب، فقعدت انقص منها 360 360، يعني نقصت اول 360 طلعت 590 فما لقيتهاش في الاختيارات. نقصت منها 360 تاني فطلعت 230، مش موجود في الاختيارات 230، موجود سالب 230. فرحت منقص منها 360 تاني طلع لي سالب 130 اللي هي في الاختيارات. خش على بعض. قال لك جميع قياسات الزوايا التالية مكافأة للزاوية 75. يعني قال لي إن كل ده مكافئ ل 75 ما عدا واحدة. في واحدة من دول مش مكافأة ل 75. طب تعالى نشوف. هو أنا عشان أعرف الزاوية مكافأة ليها ولا لأ بعمل إيه؟ يا إما بزود 360 أو أنقص 360. طب 75 درجة دي لو زودت عليها 360 تديني كام؟ 435. لما زودت عليها 360 طلعت لي 435، يبقى دي صح. بعد كده ناقص لي دول وانا شايف ان دول بالسالب، يبقى اعمل ايه؟ ما انا لو زودت تاني 360 هتطلع رقم اكبر من 435 ومش موجوده في الاختيارات اصلا. يبقى انا زودت 360. طب تعالى ننقص منها 360 اداني كام؟ سالب 285. يعني دي بتكافئ الزاويه اللي قياسها 75. سالب 285 موجوده؟ موجوده اهي. طب نقص لي من دي 360 تاني كام؟ 600 سالب 645 درجة. سالب 645 موجودة؟ موجودة. يبقى أنهي واحدة اللي مش بتكافئها؟ أهي. دي اللي مش بتكافئها. كله بيكافئها ما عدا دي. زودت 360 ونقصت 360 ونقصت 360 وممكن انقص 360 تاني لحد 5 في 360. بس اللي موجود على حسب الاختيارات. اللي بعده بيقول لك الزاوية التي قياسها 45. بص اكتبها لك هنا 45 زائد 4 نون زائد 1 في 90 درجة تقع في الربع الكام؟ وقال لك ان النون دي تنتمي لصاد. انت تشوف السؤال ده تتخض. ايه بقى القرف ده؟ لا ولا خض ولا اي حاجة. هو مش بيقول لك ان نون تنتمي لصاد ودي الاعداد الصحيحة، والاعداد الصحيحة دي هي ايه؟ هي 0 1 2 3 4 5 او سالب 1 2 3 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5. الاعداد الصحيحة الموجبة والسالبة ومعاهم الصفر اللي هي الاعداد الصحيحة. يعني انا اصلا ممكن بدل ما احل واعملها ممكن اشيل النون دي واحط مكانها صفر. حد هيقول لي حاجه؟ والله ما حد هيقول لي حاجه. 4 نون 4 دي يعني النون دي شلتها وحطيت صفر. 4 في صفر يعني صفر. صفر زائد 1 يعني 1. 1 في 90 يعني 90. 45 زائد 90 يدينا كام؟ 135. 135 دي مش هو بيقول لي بتقع في الربع الكام؟ 135 دي فيها يا جدعان 135 دي انت مجنونه هي دلوقتي مجنونه. استنى اهي اهو يا عم. لا كده جنيه. استنى اهي. اها ما شاء الله. طلعت يا اخويا كام؟ 135 درجه. معلش اعذرونا. 135 درجه. 135 درجه دي تقع في الربع الكام؟ هي اكبر من 90 واقل من 180 يعني في الربع الثاني. عارفك بقى انت وشايفك قلت لي طب انت اشمعنى حطيت نون بصفر؟ طب انا ممكن احط النون بخمسه. يا عم انا محر عايز احط النون بخمسه. حط بخمسه. حد قال لك لا؟ حط بخمسه. اهو 45 درجه زائد انت عايز تشيل النون دي وتحط خمسه؟ حط خمسه براحتك. 5 في 4 5 في 4 4 5 في 4 ب 20. 20 زائد 1 يعني 21. 21 في 90 بكام بقى دي؟ 21 1890. دول بقى بكام مجموعهم؟ 1950.
35. هبين لك بس ان انت جحش. احنا ماشيين دلوقتي على حسب المجنون. ها، المجنون اللي بيقول لي اما انت ليه حطيت صفر؟ انا ممكن احط 5 وانا براحتي. حطينا 5 يا عم، حطينا النون ب5 وزودنا، طلعت 21. 21 في 90 وزودناها على 45 طلعت 1935. هو انا بقى عشان اعرف هي بتقع في الربع كام اعمل ايه؟ مش هفضل انقص 360؟ نقص 360، انا معاك للاخر. نقص 360 يا ابويا، طلعت كام؟ ايه؟ 1575. عشان المجنون. نقص 360 تاني 1215. واحده كمان 855. واحده كمان 495. واحده كمان 135. سبحان الله سبحان الله، المجنون اهو، المجنون جه اهو. 135 اهي، 135 اهو. تقع في الربع الكام يا ابويا؟ التاني. هي والله. يعني لو حطيت النون دي، واحد حط النون ب10، ما هو ما انا هفضل ناقص 360، بس انا خدت اقل رقم. ايه اقل رقم بقى؟ اللي هو النون بصفر، عشان يسهل عليا. طلعت لي 135 درجه على طول. فلو حطيت النون ب10 هي ماشي هتطلع معاك، بس هتفضل تنقص 360 وهتوصل برضو لنفس الحل اللي هو 135. ماشي يا عم المجنون؟ ماشي. خش على بعضه. بيقول لك اذا دار الضلع ده بقى. اذا دار الضلع النهائي لزاويه قياسها 30 درجه في الوضع القياسي 3 دورات ونص مع اتجاه دوران عقارب الساعه، فان الضلع النهائي يكون في الربع الكام. ده موضوع تعبير بقى، ده موضوع تعبير. تعال بص يا ابوي. قال لك ايه؟ قال لك الضلع النهائي، قال لك اذا دار الضلع النهائي لزاويه قياسها 30 درجه في الوضع القياسي. هو يعني ايه في الوضع القياسي دي؟ ما تراجع معانا. يعني ايه في الوضع القياسي؟ مش يعني رأسها نقطه الاصل؟ ويعني ضلعها الابتدائي يقع على محور س الموجب. يعني السهم جاي كده، يعني دي 30 درجه. صح كده. انا رسمت رسمه هو اللي هو عايزها. قال لك دارت 3 دورات ونص. الضلع النهائي ده دار 3 دورات ونص. دار قد ايه؟ 3 دورات ونص. بص بقى، انا اما ادوره 3 دورات ونص قال لك هيبقى الضلع النهائي يكون في الربع الكام. بص، انت عدد الدورات ده ما يفرقش معاك. انا لو دورته 60 دوره هرجع لنفس مكاني، اقسم بالله. مش انت اما الف 360 هرجع لنفس المكان. يعني انا هنا لما الف 3 دورات، خلينا سيبك من النص ده دلوقتي. لما الف 3 دورات، مش انا اول دوره اهي، تاني دوره اهي، تالت دوره اهي، يعني انا رجعت لوضعي الاساسي. لما الف 3 دورات هرجع لنفس الوضع الاساسي بتاعي، لنفس الوضع. اما الف 3 دورات يبقى انا مش هاممني الدورات الصحيحه. يعني لما يقول لي لف 4 دورات ونص، انا 4 دورات دي مش فارقالي. 4 دورات دي هرجع لي لنفس المكان بتاعي تاني. 3 دورات ونص بقى، انا بقى عايز من هنا الف نص دوره. هو النص دوره دي بكام؟ النص دوره دي يعني 180. دوره كامله 360، نص دوره ب 180. فاما يجي هنا يبقى هو قال لك دار مع ايه؟ دار مع ايه؟ مع اتجاه دوران عقارب الساعه. يعني هو هيدور كده مع عقارب الساعه. اما الف 3 دورات خلاص بقى انا هرجع لنفس مكاني. مع عقارب الساعه بقى عايز الف نص دوره. فاما الف كده اول واحده 30، انا عايز الف 180 عشان نص دوره. فلفيت كده 30، فناقص لي ايه من 180؟ 150. فرحت لفف كده بقت 90. ف90 و30 120. 120 يبقى ناقص لي كام على 180؟ 60. يبقى هتيجي هنا. شفتوا بقى ازاي؟ لان انا لفيت هنا 30 ورحت لف، مش دي 90. فاما الف كده 30 والف دي 90 يبقى انا لفيت كام درجه؟ ادي 30 و90 يعني 120. 120 ناقص لي كام على 180 عشان ابقى لفيت نص دوره؟ ناقص لي 60. يبقى هلاقي اخد من دي كده 60، يبقى بقى لي هنا 30 ودي 60. يبقى الضلع النهائي يا ابويا راح في الضلع الكام؟ او راح في الربع الكام؟ الثالث. سؤال حلو، سؤال حلو. يبقى انت فهمت اما الضلع النهائي ده يلف اي عدد دورات ثابته ما يفرقليش في حاجه. لف 60 دوره والله ولا يفرق لي. اللي يفرق لي النص بقى، او الربع دوره، او الثلاث ارباع دوره.
الكلام ده اللي يفرق لي. ونص دوره يعني 180، نص دوره يعني 180، دوره كامله 360. فعرفنا لما لفينا 180 خدنا 30 90 خدنا 60، يبقى هو بقى في الربع الكام؟ التالت. بس كده. خش على اللي بعده. بص يا اخويا، كده خلصنا السؤال اللي قبليه الموت ده. بيقول لك ايه بقى؟ اي الزوايا الموجهه التاليه في الوضع القياسي. يعني ايه بقى في وضعها القياسي؟ المفروض يحقق كام حاجه؟ حاجتين: راسها نقطه الاصل، والضلع الابتدائي بتاعها واقع على محور س الموجب. تعال نشوف اول واحده. اول واحده السهم. بص بص، راسها نقطه الاصل اهو، اول شرط اتحقق. ماشي. طب السهم جاي منين لمنين؟ بص، خارج من هنا رايح لهنا. كده بقى السهم خارج من الضلع الابتدائي رايح للضلع النهائي. كده ضلعها الابتدائي على محور س الموجب. على محور س الموجب، يبقى دي صح. دي كده في الوضع القياسي. طب تعالى للثانيه. اول شرط حققته، راسها نقطه الاصل. ماشي، ده تمام. طب ناقصنا الشرط الثاني بقى. المفروض ضلعها الابتدائي يقع على محور س الموجب. هنا فين الضلع الابتدائي؟ اهو، ده الضلع الابتدائي عشان السهم جاي كده اهو. فالضلع الابتدائي واقع على محور س السالب، فدي مش في الوضع القياسي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طب دي هنا رأسها نقطة الأصل، أول شرط حققته. ماشي. ينفع تحقق أول شرط والتاني ما يشوفوش؟ ما ينفعش، لازم الشرطين مع بعض. أول واحد يتحقق. طب التاني، المفروض ضلعها الابتدائي يكون على محور س الموجب. ده الضلع الابتدائي أصلا، اللي هو محور ص الموجب. وده الضلع إيه بقى الجنان ده؟ وده الضلع النهائي. يبقى ضلعها الابتدائي مش على محور س الموجب، يبقى دي مش في الوضع القياسي. مش في الوضع القياسي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. خش على اللي بعده. بيقول لك إذا كان أ وب قياسي زاويتين متكافئتين، فأي مما يأتي قياس زاويتين متكافئتين أيضا. شو راح نعمل بقى؟ الاتنين متكافئتين. هو بيقول لك بقى أي من دول يمثل قياسي زاويتين متكافئتين أصلا. يعني أ وب متكافئتين. طب أ دي أما أزود عليها ج وب هزود عليها ج، ما هتفضل متكافئة. زودت عليها حاجة، يعني زودت على دي نفس الحاجة وزودت على دي نفس الحاجة، فهتفضل متكافئة. أول واحدة صح. طب نقصت من واحدة حاجة ونقصت من التانية برضو نفس الحاجة، طب ما هتفضل متكافئة. طب ضربت واحدة في حاجة وضربت واحدة في حاجة، هتفضل متكافئة. يبقى المفروض كل ما سبق. يبقى يعني أ وج اللي ثبت لي الأول دول إن أ وب هما الاتنين قياسين زاويتين متكافئتين، والجيم ده تنتمي لصاد. يعني ايه جيم تنتمي لصاد؟ يعني جيم عدد صحيح. فاما ازود عليهم اي حاجه او انقص منهم اي حاجه او اضربهم في حاجه، هو هيفضل زوايا متكافئه. بس كده. ايه اللي بعده؟ اللي بعده بيقول لك اذا كان 3 س ناقص 5 درجه، قال لك ان ده اصغر قياس موجب، وقال لك ان 3 ص ناقص 5 ده اكبر قياس سالب لزاويتين متكافئتين في الوضع القياسي، فعايز س ناقص ص. نعمل ايه بقى؟ انت هتركز على الجملتين دول. بص، انت بتركز على الحاجه اللي تخضك. يعني اصغر قياس موجب دي والله ما عايزها، طب اكبر قياس موجب دي والله برضو ما عايزها، ولا يفرق لي في حاجه. هي مش دي قياس موجب ودي قياس سالب لزاويتين متكافئتين. خلاص، انا بقى لو معايا، مش انا لما كان بيبقى معايا القياس الموجب يا جدعان، اما كان بيبقى معايا انت ما بتكتبيش هنا يعني اهو. مش لما يبقى معايا القياس الموجب، القياس الموجب وانا عايز القياس السالب، كنت بعمل ايه؟ عشان انا لو معايا الموجب وعايز السالب كنت بطرح من الموجب 360. طب لو معايا السالب وعايز الموجب كنت بزود عليه 360. بس كده. ما يفرقليش بقى مجاهيل مش مجاهيل، ما يفرقليش. انا عارف ان ده قياس موجب وعارف ان ده قياس سالب. خلاص. فانا القياس الموجب ده اللي هو 3 س ناقص 5 ده كله ده قياس موجب. ده قياس موجب، وانا عشان اجيب القياس السالب بزود على القياس السالب 360. القياس السالب اهو اللي هو 3 ص
3 صاد ناقص 5 هزود عليه 360 درجه. مش انا كده ده بقى القياس الموجب، وانا عشان اجيب ده بزود على القياس السالب 360 بس. عملت المعادله اهو، ما يخضكش المجاهيل. نصفصف بقى الكلام ده رايح لفين. وادي لي ال 3 س اهي ناقص 3 صاد، واديت دي بعكس الاشاره هيساوي السالب 5 زي ما هي اهي، وال 360 زي ما هي اهي. هودي دي بعكس الاشاره فتبقى موجب 5. انت مجنونه ولا ايه؟ مجنونه. ماشي. واحد تاني موجب 5، فدي هتروح مع دي، يبقى لي 3 س ناقص 3 ص تساوي 360 درجة. كلام جميل ومحترم. أنا بقى عايز ده ولا عايز إيه؟ هو عايز س ناقص ص، عايز س ناقص ص. طب أنا من هنا مش ممكن آخد التلاتة عامل مشترك ولا هتقول لي حرام يعني؟ ما هاخد التلاتة عامل مشترك، مش التلاتة موجودة أهي والتلاتة موجودة أهي. يبقى خدت التلاتة عامل مشترك، اتبقى لي من هنا س، اتبقى لي من هنا ص بتساوي 360. اقسم هنا على التلاتة وهنا على التلاتة، بقت س ناقص ص تساوي كام؟ 120 درجة. اما اقسم هنا على التلاتة فهتروح، واقسم هنا على التلاتة يبقى 120، يبقى س ناقص ص ب 120 درجة اللي هو الاختيار رقم ج. طب هل هتفرق بقى لو انا كنت قلت ان 3 ص ناقص 5 اللي هو القياس السالب ده ان هو بيساوي القياس الموجب ونقص منه 360؟ والله ما هتفرق. جرب تحل دي كده هتطلع لك هي دي هي. انا لو معايا قياس موجب ازود عليه، انقص من 360 اجيب سالب، لو معايا سالب ازود 360 اجيب موجب، بس كده. خش على السؤال اللي بعده يا اخويا. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ اذا كان سيتا زائد 20 درجه و20 ناقص 8 سيتا، قال لك ان ده وده هما القياسان الموجب والسالب لزاويه موجهه على الترتيب. يعني ده، يعني انا عرفت ان ده قياس موجب وده قياس سالب. ماشي. عرفت ان ده قياس موجب او موجب وده قياس سالب، ده اللي عرفته. قال لك فان اقل قيمه موجبه لسيتا، مش انا عارف ان كل زاويه موجهه ليها قياس موجب وقياس سالب، ومجموع القياس الموجب على مقياس القياس السالب يديني 360. يعني انا المفروض اقول ان هي سيتا اللي هو القياس الموجب بقى عادي زائد 20 ده القياس الموجب زائد مقياس القياس السالب اللي هو 20 ناقص 8 سيتا، كل ده بيساوي 360. ماشي. طب سيتا زائد 20 ده الموجب، ماشي. طب هنا مش هو قال لي ان 20 ناقص 8 س ده هو القياس السالب؟ يعني ده هو القياس السالب، فاما يطلع من المقياس يطلع بالموجب، اما يطلع بالمقياس يطلع بالموجب، يعني اكنه مضروب في سالب. اما يطلع من المقياس اكنه مضروب في سالب. يبقى احنا قلنا ايه؟ ان ده قياس موجب وده القياس السالب، ده اللي جوه ده اسمه قياس سالب، فاما يطلع من المقياس يطلع بالموجب، يعني اكنه مضروب في سالب. يعني سيتا زائد 20 اهي زي ما هي عادي ولا هاجي جنبها، فالمفروض اللي جوه ده يتضرب في سالب، فالمفروض يبقى سالب 20 زائد 8 سيتا، كل ده يساوي 360. تاني الحته دي، يبقى انا ليه عملت كده؟ ليه عملت كده يعني؟ عشان هو قال لي من الاول ان 20 ناقص 8 سيتا ده هو قياس سالب، فاما يبقى جوه المقياس حاجه سالب هتطلع بره بالموجب، تطلع بره بالموجب. يعني يعتبر بص اكن ده مضروب في سالب، فاما يتضرب في سالب هيوصل لك لده. فاهم؟ يعني بص سالب 20 اهي زائد 8 سيتا، لما اضرب كل ده في سالب مش هو هيديني 20 ناقص 8 سيتا اللي هو ده، بس كده. فاللي هو اللي جوه ده هو القياس السالب، فلما ضربته في سالب عشان تبقى موجب، عشان اللي جوه المقياس لو سالب يطلع بالموجب، فدي هتروح مع دي، يبقى لي سيتا زائد 8 سيتا يعني 9 سيتا. ف9 سيتا دي بتساوي 360 درجه، فالسيتا هقسم هنا على التسعة واقسم هنا على التسعة، فالسيتا هتطلع ب 40 درجة اللي هو الاختيار رقم د. سؤال عنيف شوية بس عادي، كده كده ديك بتتعود وما تيجي تحل الواجب هتفهم أكتر. بس كده يا اخويا احنا خلصنا ايه؟ خلصنا الزاوية الموجهة بكل حالاتها بكل حاجة عرفناها، وعرفنا قياس الموجب والقياس الموجب والسالب، وعرفنا كل حاجة في الزاوية الموجهة، وحلينا كمان عليها شوية تمارين متنوعة.
احنا المفروض في الحصه دي كنا ناخد الزاويه الموجهه والقياس الدائري وال60. هتلاقي بقى القياس الدائري وال60 في الفيديو اللي بعديها، في الفيديو اللي تحت كده قفلنا الزاويه الموجهه. القياس الدائري وال60 تلاقيه في الفيديو اللي تحت. بس كده، والسلام عليكم.